صباح الخير يا جماعة. مبدئيا كده لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. كارثة، بداية موسم رياضي كروي مصري كارثية. كارثية يعني بص، كارثة بسم الله الرحمن الرحيم كده. كارثة، كارثة لإشعال الفتنة والتعصب وقلة الأدب وقلة القيمة وقلة الأخلاق. وعلى فكرة أنا واحد مشجع أهلاوي ضد التنمر وضد الإساءة لأي لاعب وأهل بيته، سواء اللاعب ده أهلاوي أو زملكاوي، سواء الإساءة دي من جمهور أهلي أو من جمهور زمالك أو من جمهور إسماعيلي أو من مصري أو من اتحاد أو من أي حد أيا كان، عشان ما فيش واحد زملكاوي عنده خرم في دماغه من زيزو. يا ابني أنت مريض نفسي وعايز تتعالج، عشان ما يبقاش عندك خرم وتيجي تقول لي هو أنت عملت فيها شيخ. طب وأنت نسيت لما كان جمهور النادي الأهلي بيغلط في شيكابالا؟ أقول لك لأ، انا ما نسيتش وضد الكلام ده، مع ان شيكابالا كان بيصدر منا حاجات للجمهور تخلي الجمهور يعمل كده، ومع ذلك غلط وضد الكلام ده. مش طالع اقول لك كده عشان حاجه، انا طالع يا ابني اقول لك انت فعلا لو بالطريقه دي انت محتاج تتعالج. دي مش كوره. الكوره المفروض الشغف، الكوره دي للاخلاق، يعني للروح الرياضيه، للتشجيع، للحب. الكوره مش بالطريقه دي، مش بقله الادب وقله الاخلاق. اقسم لك بالله انا نفسي لو بالطريقه دي ابقى مريض ومحتاج اتعالج. باي حق يا ابني، باي حق يا مريض، باي حق اي انسان مريض من اي جمهور يسيء للاعب والاهل بيته في الملعب. وكالعاده لسه هنشوف تقرير الحكم، ولسه يعني هنفحص، ولسه هنشوف طه بيه عزت ورابطه الانديه، وهنشوف. وطبعا على المرأة والمسمع والسوشيال ميديا كلها والجماهير الدنيا بحال. يا ابني بأي حق لو انت ابوك قاعد قدام الشاشة، لو ابنك لاعب طيب في الملعب، تقبل عليه يتهان بالطريقة دي هو واهل بيته؟ لو ابوك وامك واخواتك قاعدين بيتفرجوا، تقبل عليهم يسمعوا الالفاظ السوقية والالفاظ البذيئة وقلة القيمة؟ لما بنتفرج على ماتش كورة يا ابني، كورة اللي الناس اصلا يعني بتفك عن نفسها كده بالبلدي شويه، في ان هي بتتفرج على الكوره كده وبتحس ان في حاجه كده بتفرحها. يعني انت لو شايل هم الدنيا الكوره دي بتفرحك. طب لما اروح انا اتفرج على حاجه تفرحني الاقي كارثه والاقي بلوى والفاظ زي دي، يبقى يعني لما الكوره اللي هي اصلا لاختلاق الروح الرياضيه، لتنميه الحب، يبقى فيها الالفاظ دي والطريقه دي، انا وانت هنروح نتفرج على ايه تاني يبسطني ويسعدني ويخليني كده يعني حاسس ان عندي حاجه مختلفه في يومي؟ يا ابني انت محتاج تتعالج. جمهور الزمالك ونادي الزمالك عنده الحته دي وراثه من 15 سنه. الكلام ده حصل مع عماد متعب ومراته، وكلنا شفنا على المرأة والمسمع. ولما حصل من اللعيبه تجاه النادي الاهلي، كانت اللعيبه دي في الزمالك، كهربا وامام عاشور، كل دول. دلوقتي الناس دي في الاهلي، يقدر لاعب فيهم او ينفع من جمهور النادي الاهلي ان هو يسيء للاعب ومراته واهل بيته؟ لا لا، انا ضد الكلام ده كله. اقسم بالله لو حكمت ان بطل تشجيع كوره خالص بالطريقه دي هبطل. باي حق يا ابني. انا مش طالع، انا مش شيخ، عشان بس ما تقوليش ايه، ما يجيش واحد زملكاوي عنده خرم في دماغه ويقول لي يا ابني انت شيخ، انت طالع تعمل لي شيخ. طب ما انت صفحتك يا حبيبي انكش، اتعصب لفريقك، شجع وانتمي زي ما انت عايز، انكش. النكش اللي هو بيخلي طعم للكوره وروح رياضيه للكوره، بيخلي لها شكل ولها لون، بس في حدود ونطاق الادب والاحترام. مش تطلع تغلط فيا واغلط فيك. يا ابني طعم الكوره في النكش، طعم الكوره يعني في المنافسه. المنافسه داخل الملعب بين اللعيبه، خارج الملعب بين الجمهور، بالادب وبالاحترام. ما تبقاش مريض ومحتاج تتعالج للاسف.